سلام غزالات، اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم اللحم بالبرقوق. الطريقة ديالي غناخد كيلو ونص ديال اللحم، نوضعها في الطنجرة. انني استعملت الكوكوط، تقدري تستعملي غير طنجرة عادية لانه ما تنسدش عليه الكوكوط، تنخليه غير هكاك. غناخد بصلة متوسطة، سكيجبير، قزبر يابس، مروزية ديال اللحم، خرقوم، بزار، ملحة، سيبيسة، قاقلة، ورقة سيدنا موسى. عندي 6 ديال ريوس الثوم، والثوم بودرة اختياري، انا عندي ضفتها 4 حامضة مصيرة، راس معلقة صغيرة ديال السمن، ما نكتروش بزاف. وغادي نضيف قزبر ومعدنوس 2 معالق كبار. غادي نضيف الزيت طبعا، وغادي نضيف القرفه. نرد الطنجره ديالي طيب في هذيك الماء اللي ضفت فقط، ما تنزيدش عليه. غناخد البرقوق والمشمش ديالي نديرهم يتعسلوا، وناخد حتى اللوز نديرو فوق البوطه باش نفسخو ونقليه. بالنسبه للطياب، تنطيب اللحم ديالي غير في ديك الكميه اللي درت ديال الماء، ما تنزيدش عليها. تنبقى نقلبو على الجوانب حتى تيطيب ليا. هنايا كيف ما شفتو راه تيجي محمر، المذاق ديالو تيجي رائع. غادي نسربي اللحم ديالي في طبق التقديم. هنايا راه بلا ما نغطيو عليه، غير في داك القياس ديال الماء اللي درنا. القياس راه باينين، ما تنغطيوش اللحم بالماء، تيطيب لينا وتياخذ ليناش الوقت بزاف، وتجينا المرقه ديالو زوينه، المذاق ديالها رائع. بالنسبه للبرقوق، تندير فيه الماء، نخليه حتى يطيب، تنضيف عليه القرفة والسكر. هذه هي الطريقة باش تنعسلو. اما المشماش فالطريقة التعسل ديالو مختلفة. تناخد المشماش، نضيف عليه الماء، نضيف عليه 2 معالق ديال الحامض، ونخليه حتى يطيب. عاد نضيف عليه العسل، ولا كان شي عسل المذاق ديالو زوين تيكون احسن، تيجي المذاق ديالو زوين. بالنسبة للوز، تنسلقو، نفسخو، تنشفو، وتنديرو في مقله، نضيف عليه الزيت وهي بارده. عاد تنحطو فوق البوطه اللي تكون على عافيه ميله، وتنخليه يتقلى على خاطرو، باش ملي تنقليو تيكون عندنا اللون الذهبي، وتيكون عندنا فيه ديك القرمشه. كيف ما شفتوا هنايا تنزين الطبق ديالي بالمشمش والبرقوق، تيجي المنظر ديالو زوين. تنضيف عليه اللوز. بالنسبه للكميه اللي عندي ديال البرقوق وديال المشماش وحتى ديال اللحم اللي استعملت، راه تكفينا لحطه وحده. يعني الا عندك شي مناسبه او لا عراضه، تديري نفس القياس، وطبعا تترافقيه بالطبق الاخر اللي دايره معها. والطبق النهائي ديالنا هو هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. اللي مازال ما مشتركاش، دخل تشترك، تفعل شي الجرس باش يوصلها كل جديد، تشارك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالها. وشكرا على حسن المشاهدة.